السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده احنا هنتكلم عن ازاي تعمل لنفسك متجر. ان شاء الله الموضوع ما ياخدش اكتر من 5 دقايق ويلا بينا. طيب، علشان تعمل لنفسك متجر في طريقتين، يا اما تدخل من هنا إدارة المتاجر والمنتجات، او تدخل على طول من هنا من انشاء متجر جديد. الاثنين هيودوك لنفس الحته، وطبعا تقدر كمان تدخل عليها من هنا. ففي 3 اماكن تقدر تدخل لنفس النقطه، مش هتفرق بالظبط انهي واحده، اختار اللي تريحك. انا هدخل من هنا، دي هلاقيها تحت الروابط السريعه اهو. طيب، اول لما بنيجي هنا اول حاجه بتقابلنا ان احنا محتاجين ندخل اسم المتجر. تمام، فانا مثلا هسميه ممكن نسميه ايه، ناجي شوب 1. طيب، بعد كده النطاق الفرعي. ايه هو النطاق الفرعي؟ ان المتجر بتاعك مثلا هدايا، فهيبقى هدايا.vitrinaView.com، فده الدومين او السب دومين اللي انت لازم تبقى تختاره. فانت بتختار الاسم اللي يناسبك. الافضل ان هو يبقى اسم سهل وقصير، ما تاخدش اسم طويل، ويفضل كمان يبقى سلس علشان الناس ما تتعبش وهي بتدور عليك. فانا هسميه مثلا ناجي داش شوب 1. شايف اول لما انا عملت ناجي داش شوب 1 اللي حصل ان بيقول لي ان ده شكل الرابط بتاعك، هيبقى ناجي داش شوب 1 دوت فاترينا فيو دوت كوم. في نفس الوقت هتلاقي ان ظهر على اليمين هنا كيو ار كود. الكيو ار كود دوت وظيفته ان ده هيبقى الكيو ار كود اللي انت بعد كده تقدر تستخدمه بدل ما الناس تدور عليك. هو بمنتهى البساطه انت ممكن تاخد الكيو ار كود دوت وتطبعه مثلا على التغليف او حاجه شبه كده، بحيث ان الناس عايزه تشوف المنتجات الجديده او ايه اللي بينزل عندك او كده يقدروا يعملوا سكان للكيو ار كود دوت، وبالتالي يقدروا يشوفوا منتجاتك. فكره تانية، لو انت عندك محل ممكن برضو تحطه على باب المحل، بحيث ان لو انت مش موجود او كده برضو يقدر الناس تعمل سكان للكيو ار كود وتقدر ان هي تشوف المنتجات بتاعتك حتى لو انت المحل بتاعك مقفول. طيب، بعد كده اختيار العمله المقصود بيها العمله بتاعت المتجر بتاعك. انت عايز تتعامل بايه؟ عايز تتعامل بالجنيه، بالدولار، بحيث ان لما يتكتب الرقم ده هنحسبه ازاي. تمام، فانا مثلا في مصر فممكن اختار الجنيه المصري. تمام، الوصف تقدر تكتب الوصف اللي انت حابه عن المتجر بتاعك. تمام، بعد كده مثلا تكتب معلومات المحافظه والمدينه والعلامه التجاريه وكده. فانا مثلا هكتب بس الدوله اللي تناسبك من هنا. فمثلا لو يو اس اي مثلا، او دي مش يو اس اي، لا يو اس اي شكلها ده اوتو كومبليت يا جماعه. يعني انت لازم تختار دي، لازم تشوف العلم عشان تبقى انت اخترت الدوله مظبوط. المدينه بقى مثلا نقول مدينه نصر. العلامه لو في علامه مميزه انت بتدخل هنا معلومات عن العنوان. طيب، لو انت ما انتش انت فيرتشوال، او ما انتش مكان على الارض، يعني انت على النت بس ما عندكش مقر على الارض، هي المعلومات دي هتبقى بعد كده مهمه عشان لو في ديليفري جاي ياخد الاوردر او كده. فالمعلومات دي معلومات العنوان انت بتدخلها، سواء كان المكان بتاعك هو محل على الارض او ان هو مش محل على الارض. طبعا نسيت اقول لك ان في هنا تشيك بوك اسمه متجر الكتروني ولا لا. انت بتعمل تشيك لو هو متجر الكتروني يعني على النت بس. لو انت مكان على الارض ما تعملش العلامه دي، علشان بعد كده ممكن بعد كده البيانات دي تتعرض بحيث لو حد عايز يجي لك من على الخريطه او كده. فانا هضيف المعلومه دي. طيب، في هنا تاب تانية اهيت، وهي اسمها اعدادات السوشيال ميديا. مش هتكلم عنها دلوقتي، بس هقول بشكل عام هي عباره عن ايه. في الجزء ده احنا بنربط المتجر بتاعك بصفحات التواصل الالكتروني. وقلنا قبل كده ان الهدف من الموضوع ده هدف مهم جدا 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 يا جماعه، محدش يكسل ان هو يعمله. هنعمل له فيديو مخصوص عشان نشرحه بالتفصيل، بس اختصارا كده الموضوع دوت ان انت بتربط المتجر بتاعك بصفحات التواصل الاجتماعي بتاعتك اللي انت بتبيع عليها او اللي انت بتحط عليها اعلاناتك، علشان بعد كده المتجر بتاعك دوت هيتكلم مع الصفحات دي بحيث دايما يحسن من العملاء او الخوارزميات، بحيث تجيب لك دايما عملاء مستهدفين بطريقه افضل. هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل ان شاء الله، بس انا بنوه ليه دلوقتي. تمام، فاحنا خلاص احنا كده خلصنا، نعمل بس حفظ. طيب تمام، كده المتجر بتاعي بقى جاهز، وكمان الكيو ار كود اهوت انا اقدر اعمل له تنزيل لو انا حابب. و دلوقتي انت المتجر بتاعك الخطوه الاولانيه بقى جاهزه. احنا لو ضغطنا عليه كده
اهو فتح، بس طبعا فاضي مفيش اي حاجه خالص، بس المتجر بتاعك بقى جاهز تقدر تستخدمه. طيب في الفيديو اللي بعد كده ان شاء الله هنتكلم عن ازاي ان انت تحط البراند بتاعك او الالوان اللي تناسب المنتج بتاعك، بحيث يبقى عندك دايما يعني الاعدادات اللي انت شفتها قدامك دي الاعدادات الديفولت او الاساسيه عن المتجر. انت بعد كده عايز يبقى عندك متجر بطريقه مختلفه، هنتكلم في الفيديو الجاي ان شاء الله ازاي انت تغير في المتجر بحيث يناسبك بالطريقه اللي تريحك. تمام، شكرا.